مساء الخير عليكم، جمعة مباركة عليكم دايما. وحشتوني جدا. سنتين تقريبا فاتوا على آخر مرة اتكلمنا فيها، بس الحقيقة أنا وحشني جدا الكلام، وحشني الفضفضة. بس المرة دي موضوع مختلف. احنا المرة دي كبرنا ونضجنا، بقى لينا مكان بتاعنا إن شاء الله كل جمعة 10 بالليل بودكاست فري ثيرابي. طبعا احنا عارفين ان الثيرابيست دلوقتي دي حاجة بعيدة شوية، حاجة غالية شويتين، فبقينا نعوضها بقعدة صحاب، بلمة مع الجزء المريح من العيلة، حاجة أريح وأوفر بصراحة. فإحنا هنكون مع بعض نتكلم في كل حاجة. فري ثيرابي ده المكان اللي هترمي فيه كل مشاكلك ونحلها مع بعض ويرتاح بالك. فيلا بقى الايربودز في ودانك، قهوتك في ايدك، لو تقدر تولع شمعة جنبك يبقى حلو قوي عشان ندخل في المود، ويلا بينا فري ثيرابي. قبل ما ندخل في موضوع الحلقة حابة أقول لكم حاجة كده بسيطة، هي فكرة يعني وليدة اللحظة بصراحة. أنا بحب جدا الأفلام المغمورة اللي محدش شافها، محدش سمع عنها، خصوصا كمان أفلام المهرجانات، يعني الأفلام القصيرة، الحاجات اللي فيها فن وفيها عمق دي بحبها جدا. وبحبها كمان لما تبقى الفنانين مش معروفين قوي. فإيه رأيكم لو كل حلقة أرشح لكم فيلم؟ ممكن نخليها مرة فيلم، مرة رواية، مرة مسلسل، مرة حتى بودكاست زميل يعني بس ما يقطعش عليا. فحاسة ان دي حاجة هتكون مختلفة شوية. ففي آخر الحلقة اسمعوها للآخر، هرشح لكم فيلم وتشوفوه وتقولوا رأيكم كمان الحلقة الجاية. طيب، من اسم الحلقة فأكيد واضح أنا عايزة أتكلم على إيه. نخش في الموضوع على طول. أنا عايزة أتكلم عن التعلق. عيشوا معايا الكام إحساس دول، يمكن تلاقي نفسك جوه أي إحساس فيهم. إحساس إنك تبقى متعلق بحد، بتكلمه كل يوم صبح وليل، واتساب، بتبعتوا لبعض ريلز طول اليوم، بتشوفوا كل يوم، هو بقى جزء كبير جدا في حياتك إن ما كانش كلها. انت واصل بيه لدرجة التعلق المرضي. هنا في مشكلة. إحساس إنك في علاقة خطر وغلط، وانت دخلت فيها بكامل إرادتك، اتعلقت بالشخص ده لدرجة إن بقت كل طلبات وأوامر، حتى لو الطلبات دي هتيجي على راحتك وحياتك وسعادتك، فانت بقيت بتضحي بحاجات كتير جدا عشانه. طب والمقابل؟ لا، المقابل بس إنه يفضل جنبك. دي كارثة. دي كارثة مش بس مشكلة. إحساس كمان هضيفه من عندي، إحساس إن أنت عندك شخص أنت بتشوف نفسك من خلاله، من عينه هو. يعني لو خدت خطوة نجاح، نجحت في حاجة، فأنت سعادتك وفرحتك بالحاجة أو بالنجاح اللي أنت عملته ده هي واقفة دلوقتي على إن الشخص ده بعينه هو اللي يبارك لك عليها. ساعتها تحس إن أنا عملت حاجة. ولو فشلت في حاجة، مهما الناس كلها غلطتك عليها، كلمة واحدة بس منه هي اللي هتحسسك فعلا بغلطك. يعني من الآخر هو بقى متحكم في شعورك، في تصرفاتك، ويوم ما يختفي أو يغيب شوية ده بيبقى يوم أسود. بتقفل على نفسك وممكن تأذي نفسك كمان لو ما ظهرش. ده معناه إنك اتعلقت وأدمنت التعلق. طب بصراحة كده ممكن تردوا عليا في الكومنتات بعد ما نزل الحلقة، شايفين مين الغلطان في القصة دي؟ هل الغلطان المتعلق ولا اللي بيتعلق بيه؟ أنا رأيي طبعا مفيش شك إن المشكلة فيك أنت، في المتعلق. المتعلق اللي بيغلط نفس الغلطة كل مرة وبيستغرب، بيقول أنا ليه ربنا بيوقعني في الناس دي؟ لأنك ببساطة أنت كل شخص بتعرفه بتقرب منه بنفس الطريقة، عايزه يسد نفس الفراغ اللي عندك، مع إن لازم أنت بنفسك اللي تملى فراغك. وأقولك حاجة كمان بقى، أنت بتبقى معمي مع الشخص ده من كتر ما أنت متعلق بيه، فأنت شايفه هو محور الكون، هو أجمد واحد في الدنيا، هو أنجح واحد في الدنيا، حتى لو هو في الحقيقة شخص أقل من كده بكتير، بس انت تعلقت فأدمنت فكبرت البني آدم ده واديته أكبر من حجمه عشان اتعلقت بيه. المشكلة فيك. طب والحل؟ لا، الحل ده في آخر الحلقة. احنا لازم نقعد نتكلم شوية في الموضوع، لازم نحلله من كل التفاصيل لحد ما تحس ببشاعة الإحساس وتاخد قرار انك تتغير وتقوم دلوقتي حالا تهد كل العلاقات السامة اللي في حياتك. طيب، احنا بما اننا دخلنا في سكة الأسئلة، ففي سؤال كده خطر على بالي. هل الحب هو التعلق ولا ده إحساس وده إحساس تاني؟ أنا شايفة إن التعلق أنت بتقرب من حد لسبب معين، عايز اهتمام، حنان، احتواء،
عايزه يعوضك عن حاجة ناقصاك في حياتك، وبمجرد ما السبب ده بيخلص أو بتاخد الحاجة اللي انت عايزها منه، خلاص العلاقة كمان بتخلص. لكن الحب غير مشروط، انت بتحبه بس مش بتحب حد لسبب، وان مثلا لو السبب ده مش موجود فانت مش هتحبه. فالحب ما فيهوش أنانية، لكن التعلق شعور أناني شويتين. جماعة أنا بقولكم الكلام ده وأنا أكتر حد اتعلق بناس في حياته. أنا أكتر بني آدم اديت مساحة كبيرة لكل الناس اللي دخلت حياتي تقريبا إن هي تتدخل في حياتي وتبقى جزء كبير، إن ما كانتش أهم جزء فيها. وبصراحة ده عمل لي مشاكل كتير، يعني لدرجة إن أنا بقيت بحتاج وقت كبير أتعافى من غياب شخص، وببقى مش كويسة خالص الحقيقة، وأنا ماشية أو مش ماشية بمبدأ اللي هو بقى اللي بعده ونخش على الشخص اللي بعده ونموف اون في ثانية. لا 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 لا، الكلام ده لعب عيال بصراحة. لكن العقل بيقول، وأنا كمان شايفة كده، إن أنا لازم أدي كل علاقة حقها، حتى لو ما يبانش عليا كده، يعني حتى لو يبان إن أنا بنسى بسرعة وبعدي بسرعة، بس حقيقي أنا بدي لكل علاقة حقها. وده يخلينا نكتشف حاجة برضو، إن ممكن نستثني من القاعدة 10% مثلا، نسبة 10%. انت ممكن تبقى متعلق وبتحب في نفس الوقت، او ممكن يبقى بيتهيألك انك بتحب. مش عايزة احرق الكلام في موضوع الحب، اكيد طبعا قدام هتكلم عن الموضوع ده باستفاضة، بس قولولي برضو رأيكم في الكومنتات عن فكرة التعلق والحب. الاتنين شبه بعض ولا لأ؟ ممكن تبقى متعلق بحد وبتحبه في نفس الوقت؟ يعني لو عندكم تجربة في الموضوع ده. طيب بصوا، هو انا شخص بيتابع بودكاست كتير جدا، يعني بشوف حاجات كتير بلغات كتير، فممكن طبعا تتورد الآراء اللي أنا بقولها مع رأي أي حد تاني، يعني احنا كلنا نفس الفصيلة، يعني بني آدمين. فشفت بودكاست قبل كده في واحدة كانت بتقول بالنص كده: أي حد وارد يغسلك، أي حد وارد يطلع برا حياتك، فما تتعلقش بحد، ما تأمنش لحد، وتتوقع إن اللي معاك النهاردة مش هيبقى معاك بكرة. بنسبة 60% أنا متفقة جدا مع الكلام اللي هي بتقوله، بس للأسف إحنا ما ينفعش نعيش نخون في كل اللي حوالينا. على الأقل يبقى عندك كام حد هو الأمان بالنسبة لك. بصوا يا جماعة، هو ربنا هو الحامي في حياتنا، فإحنا لو عشنا عمرنا كله بنحمي قلبنا من الناس، فأنت أكيد في وقت ما هيجي حد هتأمن له وتحبه وتشوف إن هو غير كل الناس اللي قبله وإن الدنيا معاه حاجة تانية وتتعلق بيه، وبرضه يطلع مش ريد فلاج بقى، هيطلع ريد كاربت. انتوا فاهميني؟ فللاسف مفيش حاجه مضمونه في العلاقات دي، فانت تدعي ربنا كده بس ان هو يوقف لك ولاد الحلال يعني. ومفيش قاعده للحياه بصراحه. طب انا كل اللي فات ده انا كنت بتكلم عن التعلق بشخص بشكل مرضي، شكل مش طبيعي. بس في تعلق عادي يا جماعه، في تعلق طبيعي نابع عن حب شخص، انت بتحب تفاصيله وبتحب وجوده فبقيت متعلق بيه. بعده بيتعبك ويأثر فيك طبعا، بس مش لأنك ملكش شخصية من غيره أو إن هو مسيطر عليك، بس لأن وجوده ليه معنى كبير في حياتك. فاسمحولي من النقطة دي أخدكوا لحتة غامقة شوية، ما أقدرش بصراحة ما أتكلمش فيها في أول حلقة. الناس اللي قريبين مني عارفين إن أنا مريت بفترة صعبة جدا من حوالي 2 سنين. فقدت بابا، أعز الناس عليا، أحن وأحب حد لقلبي. هو بصراحة محدش يعرف طبيعة العلاقة اللي بيني وبينه، مش بحسها زي علاقة أي أب وبنته، وده اللي تعبني حاليا. وعلى سيرة التعلق، أنا كنت وما زلت شديدة التعلق بأبويا جدا. أنا بحبه، أو كنت، لا ما زلت، مفيش حاجة اسمها كنت. أنا بحبه كإنسان قبل ما يبقى أب، يعني بحب خفة دمه، هزاره، والحقيقة أنا ما ضحكتش من قلبي بعده، يعني مهما بينت العكس. بعشق وجوده وحضوره في أي مكان، قد إيه بيدي قيمة لأي تجمع أو أي قعدة. شخصية استثنائية لم ولن تتكرر أبدا، ده بشهادة كل اللي يعرفوه، يعني خطير، وأنا بحب أتكلم عنه جدا. بس للأسف العلاقة الجميلة دي منطقيا خلصت، زي ما كل حاجة بتخلص، بس مكملة وعايشة جوايا وعمرها ما تخلص أبدا. طب أنا بنكد عليكم ليه دلوقتي، أو بقول الكلام ده ليه؟ كتير مننا أو كلنا تقريبا فقدنا ناس عزيزة علينا، ومن كتر التعلق بيهم
انت حاسس انك مش عارف تعيش من بعده، بس الحقيقة يا جماعة ان احنا بنعيش. الحياة ما بتقفش. الناس اللي تقولك ان الحياة بتقف على اي حد، لا، هي الحياة ما بتقفش على اي حد، وده مش جحود ولا قوة وقساوة، لكن الحقيقة ان هي ما بتقفش. احنا بمعنى اصح بنتعايش مش بنعيش. احنا بنتعايش مع فكرة الغياب، الفراق. اتعودت عليه، وطبعا بعد يوم غير بعد شهر غير بعد سنتين زي دلوقتي الوجع بيختلف. هو بيفضل موجود طبعا، بس خلاص يعني زي ما تقول كده صاحبت الوجع فتعودت عليه. من هنا خليني أنقل لكم خبرتي البسيطة في فكرة التعافي من التعلق أو الفراق بعد التعلق. ربنا عمره ما بيخذل قلب لجأ ليه ولا عبد بكى ليه أبدا. كل الناس بتقولك أنا مش عايزة أتطرق للجانب الديني شوية أو بعيدا عن الدين. لا يا جماعة، يعني احنا هنتكلم عن الدين عادي. الحقيقة إنه القرب من ربنا، الإيمان بربنا، وحاجات تانية كتير، بس ده أهم حاجة، هي دي اللي بتساعدك إن أنت تخرج من الحالة دي. الصلاة، الأذكار، القرآن، قيام الليل مهم جدا جدا جدا. الحاجات دي هي اللي بتاخد بإيدك علشان تقوم من اللي انت فيه، مش العياط بقى والانهيار والصويت. أصلا الحاجات دي مش مستحبة طبعا، وأكيد كل واحد وطريقته، بس انت في وقت معين طبعا بتنهار وبتصحى كل الأوجاع دي تاني وبترجع لنقطة الصفر. بس انت لو من الأساس بتتعافى صح، فوقت الانهيار ده مش هيكمل معاك للصبح. وفي مثل أنا بحبه جدا، بيقول تبات نار تصبح رماد، يعني هتصحى فايق وزي الفل. يعني أنا مثلا، كل الناس طبعا بيكون ليها طريقتها في تقبل الأزمة أو تقبل الصدمة. أنا مثلا بتبع مبدأ الهروب من الذكريات. أنا مش بفتح أي صور أو أي فيديوهات بتجمعني ببابا، مع إني أنا أكتر حد في إخواتي أو في العيلة كنت بصور وعندي ذكريات كتير، وذكريات بقى مش بتاعت سفريات وخروجات، لأ، ذكريات حقيقية، ذكريات لينا من بيتنا، حاجات كلها دفى، فدي تموتني تاني لو شفتها. فعشان كده مجمعها كلها كده على اللابتوب في فولدر لوحدها، ما بفتحهاش خالص بصراحة، إلا لما بتطلب معانا كده يعني، فبفتحها أشوفها. والحقيقة إن الموضوع بس يعني مع بابا بالنسبة لي أنا كان مختلف شوية، لأن أنا عشت كل حاجة معاه لأول مرة. عمر ما عدى عليا موقف زي ده وأنا كبيرة. عمري ما شفت حد بيفارق قدامي. أول مرة أشوف، أحضر جنازة، أحضر عزاء، أشوف قبر يتفتح قدامي. الحاجات دي كلها حاجات جديدة عليا، وأنا كمان اللي بتعزى، يعني أنا اللي بتواسى. حسيت ان انا يا جماعه، لا، انا عيله عندي 22 سنه، اصغر بكتير من الموقف اللي انا فيه. انا كنت لسه بلعب لودو مع اصحابي بنموت بعض، فايه الحياه الكبار اللي انا دخلتها دي؟ فكانت دي اكبر صدمه بالنسبه لي، لان انا حاسه ان انا كنت صغيره. والحقيقه انه في موضوع الصدمات ده بالذات، انت مهما كنت كبير هتحس انك صغير على فكره. يعني حتى لو حد مثلا فقد اهله وهو كبير في السن، انت هتحس ان انت عيل صغير وانك لسه ما شبعتش. فالخلاصه، عشان طولت في الموضوع ده وانا بصراحه مبحبش النكد، فربنا وايمانك بيه هو ده اللي هتعدي بيه من كل حاجه، بلس طبعا شويه الناس الحلوه المريحه اللي جنبك، وحط 1000 خط تحت الناس المريحه. احنا في الوقت ده بنبقى عايزين اللي يحتوي المشاعر في صمت، ومحتاجين ناس يبقى خلقها واسع شويه وعندها صبر ان هي تسمع وتواسي وبس، من غير بقى نصايح. طيب نطلع بقى من الضلمه دي شويه ونشوف حل الموضوع التعلق. بصوا يا جماعه، هو الحل مش ان احنا نغير وشوش، ولا ان كل شويه نغير ناس. لا، هو الحل ان انت اللي تتغير. اولا تتعلق بنفسك وتحبها، تعمل لنفسك تفاصيل وحياه بينك وبينها بس، ووقت فراغك لو عندك وقت فراغ تملاه انت الاول لوحدك بنفسك، وبعد كده تبدأ بقى تتعامل مع الناس. والناس بقى اللي هتاخدها من قصرها وتقولك انا هعتزل الناس وهقعد لوحدي وهتقوقع واقفل على نفسي، فانا منصحكش كده خالص خالص. العزلة مش حل، انت كده بتحل مشكلة بمشكلة اكبر. هو حلو طبعا ان انت تعرف تعيشها لوحدك، بس ده لو ربنا كتبها عليك، مش تعيشها لوحدك بالعافية. يعني الجنة من غير ناس ما تنداس، والحقيقة ان ده المثل الأصح من وجهة نظري في الدنيا. أنا بحب الأمثال جدا، فهتلاقوني في كل الحلقات كده برميلكم مثل. خدوا المفاجأة دي، خلصت الحلقة وخلصنا السيشن. أتمنى أكون وفرت لكم فلوسكم
وقمت بدور الثيرابيست شويه، وده كان اهم سبب الحقيقه ان انا اعمل بودكاست. يا رب تكونوا اتبسطتوا. انا عن نفسي طبعا اتبسطت لاني عملت اكتر حاجتين بحبهم في حياتي، الاذاعه وعملتها بطريقه مودرن شويه، والرغي عشان انا بحب الرغي قوي. قبل ما نقفل هقول لكم الفيلم اللي انا هرشحه لكم النهارده. في فيلم حلو قوي اسمه فوتوكوبي، هو فيلم مصري عربي عادي، فسيرش عليه كده وهتلاقوه. هو فيلم دافي جدا وهادي، فيه مشاهد كتير عن التعلق، حاجه مرتبطه برضو بموضوع الحلقه، التعلق بالناس وبالاشياء كمان. عايزاكم طبعا تبعتولي بقى في الكومنتس على الحلقه بعد ما تنزل، ابعتولي اولا افلام تانية لو عايزين ان احنا نتكلم عليها، ردوا على الاسئله اللي انا قاعده اتكلم وارغي فيها دي، وقولوا لي لو حابين نتكلم في موضوع جديد الحلقه الجايه. اللي عنده تجربه حقيقيه عايز يتكلم فيها وطبعا مش عايزنا نقول اسمه، فانا اوريدي اصلا هسيب في الديسكربشن على شانل اليوتيوب لينك الفيسبوك، اللي عايز يبعت حتى في الدي امز طبعا انا هشوفها واسمه مش هيطلع الموضوع يعني. استنوا الحلقه الجايه الجمعه 10 بالليل. كنت معاكم انا منى السيد، بودكاست فري ثيرابي. تصبحوا على خير.